محتاجين نبنيها، وهنبنيها ان شاء الله بضيوفنا اللي موجودين معانا وبضيوفنا اللي هيكونوا موجودين معانا في كل حلقه. وصلنا للفقره المخصصه للاختراعات والابتكارات. معانا النهارده 2 مختلفين قرروا انهم يفكروا في حاجه هنشوفها مع بعض، يعني بلاش اتكلم عليها كتير. احنا دايما متعودين على العربيه اللي بتمشي، النهارده هنشوف العربيه اللي بتطير. ده حقيقي؟ حقيقي ان شاء الله. ضيوفي استاذ المهندس احمد عزت الشخيبي، مهندس، اهلا وسهلا بيك يا باشمهندس. واستاذ اشرف البنداري شاعر، اهلا وسهلا بحضرتك. منورنا النهارده. ايه اللي جاب الشعر عند هندسه البترول؟ اصل كله ابداع. هو احنا نلتقي عند الابداع. فالمبدع بيبقى مبدع في كل شيء على فكره، ما بيبقاش يعني ما بيبقاش الابداع في مجال واحد او في برانش من وفي تخصص. لا، هو بتلاقيه مبدع برضه. الراجل المبتكر المبدع المخترع ده بتلاقيه دايما حتى في تصرفاته، في اسلوبه، في كلامه، في معاملته مع اولاده، في معاملته مع الناس. دايما بيبتكر طرق يتعامل بيها مع الناس كويس. عنده قراءة متعمقة للشخص اللي قدامه، وده اللي بيخلي المخترع مميز عن اي حد تاني، انه دايما قراءته لاي حاجة بتكون متعمقة شوية. بيشوف اللي غيره ما بيقدرش يشوفه، بيقدر يحل المشكلة لأنه بيوصل لجذورها من تحت، بيقدر يشوف المشكلة بدأت منين. زي ما حضرتك مثلا ما بنيجي ندرس أزمة من الأزمات بنقول والله إن في علم دراسة الأزمات الأزمة بتبدأ صغيرة، اللي بيبص لها وهي صغيرة هو اللي بيقدر يعالجها وهي كبيرة. بيقول حاسب في هنا مشكلة، بكرة هتبقى كذا، بعده هتتطور هتبقى كذا، بعده هتتطور هتبقى كذا. وبالتالي بيقدر يحط حلول من البداية. ومعظم العالم ماشي على كده دلوقتي. يعني بتلاقي مثلا في أزمة معينة في أمريكا يبدأ يجيب طالب ثانوي كان عامل بحث عن الموضوع ده، ويبدأ يقول له تعالى، بصرف النظر عن ان هو طالب ثانوي او شاب صغير في السن، بيجيبوه يقعدوا انت تقعد تدير الأزمة دي. ليه؟ لأن انت أقدر واحد، لأن انت توقعت هذا السيناريو من فترة وقدرت انك انت تقدر تحط له حلول. السيناريو حصل حقيقي، اتفضل حط الحلول. تمام. انا برضو من نفس النوعيه اللي بقدر اعمل سيناريوهات لازماتنا في مصر، يعني وكان من ضمنها ازمه البوتاجاز في مصر. خليني قبل ما نتكلم عن أزمة البوتاجاز، أستاذ أشرف، تعاملت مع المهندس أحمد، اشتركتوا مع بعض ولا كل واحد كان بيشتغل في حاجة لوحده ولا كل واحد كان بيعمل إيه؟ هو قبل كده لا، بس في بينا عمل أدمجناه مع بعضينا في محطة توليد الكهرباء اللي أنا كنت عملت عليها حلقة قبل كده مع حضرتك. فالعمل ده فيه إدماج بينا إن شاء الله. إيه بقى؟ محطة توليد الكهرباء اللي احنا كنا عملناها قبل كده، وهي حاليا موجودة على أرض الواقع وشغالة في مزرعة برضه. بتنتج طاقة للمزارع بالمية وماء غير مهدر. بس ده مش هنتكلم فيها دلوقتي، مش في حلقتنا. ده مش احنا النهارده جايين النهارده. احنا جايين النهارده نتكلم على السيارة الطائرة اللي احنا مسمينها الوحش المصري. الوحش المصري. بحكم شكلها وبحكم تسميتها لأستاذي الحاج شلقان هريدي. شافها الشكل هيجي دلوقتي قدام حضرتك، حاجة ما اتعملتش قبل كده. ليها حاجات خاصة، حتى في الفنيات بتاعتها فنيات احنا انفردنا بيها. هي احنا ممكن نتفق معانا اي سيارة عادية في الخصائص، ولكن اختلفنا في الفنيات. ازاي؟ الفنيات بتاعتها، احنا السيارة بتاعتنا اولا حضرتك هي سيارة بر مائية هوائية. بر مائية هوائية. همشي بيها في المية؟ في المية، في البر عادي زيها زي سيارة عادية. بتطير واقلاع عمودي، بس انا حاليا ما قدرتش انفذ الاقلاع العمودي للامكانيات اللي معايا بسيطه جدا. فاقلعت، كان الفي 1 بتاعي على 55 60 كيلو، وبدات اقلع من على الارض. طبعا انا ما طيرتش طيران كامل لان ينقصني عمليه ديناميكيه الهواء. وكل الكلام اللي بقول عليه لحضرتك ده كلام محتاج سيوله جامده. هو احنا كمبتكرين بنحاول نعمل باستطاعتنا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يسخر لنا ما هو يمد يد العون ان شاء الله يا رب. فجاء استاذي طبعا اول ما شافها حاجه جميله راح مسميها، عجبته، قال دي الوحش المصري، بحيث انها استحاله عمل في العالم يقدر. الاهم من ده كله اللي عايز اوصله لحضرتك واوصله للساده المشاهدين، السياره الطائره مش احنا اول ناس نعملها، دي معموله ايام انا قدمت كان الرابع على العالم. حاليا وصلت حوالي 7 دول عملوها. كويس. احنا الاول على العالم في موضوع تغيير الحركه. تغيير الحركه اللي انت بتسال عليها حضرتك من شويه. السياره بتاعتنا بتشتغل بتوليد كهرباء مخلق ذاتي.
استغنينا عن الوقود استغناء كامل. ايوه، خليني بقى في نقط الوقود، حللنا مشاكلنا. هو الله دي بقى. ينور على حضرتك. احنا ما عندنا مشكله وقود. ايوه، ابتدي بقى قول لي بقى حاجات اللي هي بتحل لي مشاكل، هذا ده اللي ينفع. حليناها بالفعل الحمد لله. واول حاجه اشتغلت فيها انا وشغال في التجارب بتاعتي في النقطه دي بالذات، لان ناس كتير اساتذه ودكاتره قالوا لو انت هتقدر تحل لنا عمليه الوقود فانت عملت انجاز علمي. حتى كنت انا طبعا مرشح للمعرض اللي في مصر، والحمد لله دخلته، اللي هو معرض مصر الدولي، دخلته الحمد لله، وكنت مركز جدا على عمليه التوليد. وقالوا لي انت مش محتاج معارض، انت لو حلت لنا المشكله دي فبالفعل انت معرض دولي لوحدي. فاكرمني الله سبحانه وتعالى وحققتها بالفعل عمليه التوليد، وموجوده على ارض الواقع. لو جت حضرتك دلوقتي بعض الحاجات هتبان هي وشغاله عمليه التوليد. طيب، حلينا مشكله الوقود، وحضرتك في انا مشكله الطاقه عموما احنا شغالين برضه في مجال يعني الطاقه كده تم الاستغناء عن استخدام الوقود. لا احنا بقى بنبص لمشكله تانية. انا ببص لحل مشكله بتعمل ازمه في البلد. انا ببص للازمه بنظره اعمق شويه، لان ازمه البوتاجاز مش مجرد انبوبه بوتاجاز. لو وفرنا البوتاجاز، قبل ما البوتاجاز اتكلم عن البوتاجاز انا عايزه اخلص الكلام عن السياره عن الطائره، وبعدها نتكلم بتاع الاستاذ اشرف. اندمجتوا مع بعض، اشتغلتوا مع بعض في ما طبعا لازم. احنا بس قررنا ان احنا بدات اعمل حاجه اليومين دول من بعد معرض الكويت. قلت لا احنا لازم. كنت مشارك في معرض انا شاركت في معرض الكويت والحمد لله حصلت على الميداليه الذهبيه. ما شاء الله. على انهي اختراع؟ حاجه اسمها الانتي باك فاير سيستم، جهاز بيأمن عمليات شحن وتفريغ الغاز في المناطق البتروليه وعلى الناقلات وفي مستودعات التخزين وفي مواني تصدير الغاز ومواني استقبال الغاز. عظيم. لان هي مشكله الغاز كله في عمليه الشحن والتفريغ وميه التوازن اللي بتحملها الناقلات عشان يقدر يمشي كويس، وتفريغ الميه دي والفرغ بالنيتروجين غالي جدا بالنسبه له، فبيبدا بيعمل بيرجنج بالميه بدل النيتروجين. الميه بتساعده في التوازن وبتساعده كمان انها بديل رخيص للنيتروجين بالنسبه له. معقد قوي وعلمي. معلش هي بس حته جزئيه. احنا خلينا نبسطه كده. هي جزئيه بس علشان خاطر حمايه علشان خاطر حمايه مستودعات المواد البتروليه على مستوى العالم كله. تمام. المواد البتروليه اللي تم الاستغناء عنها في اختراع بس في استخدامها استاذ اشرف مش هيستخدمها، في ناس ثانيه هتستخدمها. مع بعض ازاي بقى فيها؟ في ناس ثانيه هتقدر تستخدم الطاقه. اشتركتوا مع بعض ازاي يا باشمهندس؟ سليم. انا بس بشترك بحاول ان انا اساعده، لان انا دايما زي ما قلت لحضرتك كده انا بعمل شغل كله في معامل الجامعات، فليا صله كتير باساتذتنا الافاضل. يعني الاستاذ الدكتور حسام حسن رئيس قسم الفيزياء في علوم القاهره، الاستاذ الدكتور طارق عبد العظيم برضه في علوم القاهره، الاستاذ الدكتور احمد الباز في هندسه عين شمس، الاستاذ الدكتور محمد المرسي في الجامعه الامريكيه وبرضه كان في عين شمس في قسم ميكانيكا باور قسم كهرباء. علاقتي بالناس دي كلها وعلى مستوى جامعات مصر ليها علاقات بناس كتيره جدا. بقدر من خلال العلاقات دي ان انا بس اوفر له القاعده العلميه اللي يشتغل عليها صح، علشان ما يكسرش قاعده في هندسه الطيران. نقول مثلا والله احنا هنعمل طياره بتطير من غير جناحات، هتبقى هنا في مشكله. هتعمل طياره بتطير من غير جناحات يبقى انت بتتكلم كلام مش منطقي. حقيقي. سليم. لا احنا يعني عايزين هتمشي يبقى لازم طبعا لازم فانا يعني بحاول ان انا اقف مع الاستاذ اشرف في الجزئيه دي، ان احنا ما نكسرش القاعده العلميه، لكن ممكن نطور فيها. سليم. يعني ممكن نطور فيها. انا مثلا وانتوا عملتوا كده بالفعل؟ طبعا احنا شغالين معاه على كده. قلت له لا لازم الكلام يكون لوجيك ويكون ماشي على قاعده علميه سليمه. فلو في اي حاجه بنبدا نتشاور فيها وبنبدا نشوف بقى نعمل ايه. طب ما احنا ممكن نعمل مثلا ماده اخف من دي، انت حاطط دي حديد، لا احنا ممكن نعملها الومنيوم، لا ممكن نعملها مثلا من البوليمرز، ممكن نعملها حاجه اخف ثانيه اشد. تشوف بقى حاجه تكون بنفس المستوى ولكن اقل في الوزن بحيث ان سليم. يعني في امكانيات دلوقتي حلوه جميله جدا عندنا هنا في مصر. يمكن الاستاذ دكتور حسام حسن عامل حاجه قيمه جدا في كليه العلوم في جامعه القاهره في قسم الفيزياء، عامل حاجات من البلاستيك اقوى من الصلب مرتين، من البولي امايد مضاد للاحتكاك ومضاد للتآكل، وحاجات قيمه على المستوى الدولي بصراحه، حاجه تشرف ما شاء الله. سليم. فاحنا بنحاول نستخدم الحاجات دي في حاجاتنا، في اختراعاتنا احنا، علشان برضو يبقى يبقى منتج مصري مبتكر داخل في اختراع مصري.
فيبقى في تكامل شويه. طبعا. احنا اللي ما لقيناهوش هو ده عند الهدف الدوله، من اللي ما لقيناهوش الteam عند work، ان الدوله. انتوا تعملوا حاجه طبعا. متكامله بحيث ان احنا نخرج في الاخر لشكل مختلف. بس المتكامله دي بقى ما بتجيش بمجهود افراد. اللي احنا ما لقيناهوش ان الدوله تعمل لنا مثلا كيان يجمع المخترعين والناس المبتكرين دول ويقدر يستغل افكارهم. احنا عندنا ثروه اغلى من قناه السويس واغلى من البترول. عندنا ثروه فكريه علميه موجوده في اكاديميه البحث العلمي. لسه حالا كنت هقول محتاجه محتاجه اللي موجودة. يستغلها. العالم كله النهارده بيبيع فكره نص كلمه، مش كلمه كامله كمان، هو بيبيع نص كلمه. وده اللي احنا ماشيين بيه بنتعامل بيه مع العالم. انا النهارده لما باجي اتكلم بره مع اي حد في المعارض الدوليه انا بديله نص سطر، ما بديلوش تفاصيل الاختراع كله. طبعا انا بديله نص سطر بيقول لي شكرا، نقعد نمضي على اتفاقيه NDA اللي هي اتفاقيه عدم افصاح، ابدا اديله 10% من الاختراع. فكره عامه بس كده طيب عنه. الاكاديميه عملت معاكم ايه يا باشمهندس؟ اكاديميه البحث العلمي لا بصراحه الناس مش مقصرين، الناس بصراحه واقفين معانا وقفه كويسه جدا. رئيس الاكاديميه، الناس اكاديميه البحث العلمي عايز اقول لحضرتك عايشه طفره اليومين دول ما حصلتش قبل كده. عظيم. انا بتعامل مع اكاديميه البحث العلمي لا انا بتعامل مع اكاديميه البحث العلمي تقريبا من سنه 94. كنت بسجل اول اختراع ليا كان صاعق ناموس مصري. ده صاعق ناموس مصري في المية وكان تقريبا بربع ثمن المستورد. تمام. بس كان النظام غير كده خالص. يعني من 94 لغايه النهارده انا بتعامل مع اكاديميه البحث العلمي. النهارده الوضع افضل يعني. النهارده بالذات السنه دي في طفره كبيره جدا في اكاديميه البحث العلمي. انا عايز اقول لحضرتك انا عامل وحده بحريه لمكافحه التلوث البترولي في البحر. انا قعدت في اكاديميه البحث العلمي 3 ايام ايام بقعه الزيت اللي ما كانت في النيل. والحق البقعه وصلت اسوان، الحق البقعه وصلت سوهاج، الحق البقعه وصلت اسيوط. كل ده انا قاعد في الاكاديميه قلت لهم انا عندي استعداد بامكانياتنا البسيطه دي كده مش اكتر من عباره من العبارات اللي شغاله على النيل، وهنحتاج تنكين صغيرين، وانا معظم باقي المعدات موجوده عندي، باقي الجهاز موجود عندي. هنجمع بقعه الزيت دي ونلمها في ساعتين زمن، 120 دقيقه مش اكتر ولا اقل من كده. ولميناها؟ سليم؟ واتلمت وقتها؟ ما اتلمتش لان كان في ناس كتيره جدا بتتكلم عليها، الاعلام كان فرحان بيها، عامله مساحات جامده جدا على الاعلام المصري. وانا ليا ليا ملاحظه على الاعلام المصري الا من رحم ربي. الناس اللي مش عايز اقول اللي زي حضرتك كده اللي بيدوروا على العلماء وبيدوروا على الناس الباحثين وبيدوروا على فعلا بلدنا. احنا عايزين نخدم بلدنا، عايزين نخدم بلدنا صح. ان احنا نبين ان في مشكله، مش ان احنا لا انت حضرتك بتبيني، انت حضرتك لا انت حضرتك بتظهري لازم نقول ان في بقعه زيت، انت حضرتك بتدي مساحه هتاثر ازاي، انت حضرتك مين اللي تسبب فيها، ونشوف مين اللي ما حلها. يعني كل انا احترم كل اعلامي يلتزم بالميثاق الاعلامي. على فكره انا دارس اعلام برضه. اللي بيلتزم بالميثاق الاعلامي، مهمه الاعلام الاساسيه نقل الموروث الثقافي من جيل الى جيل، ده اللي اتعلمناه في الاعلام. لا ده مش مهمه الاعلام الاساسيه. لا ده انا مهمه الاعلام هي الاعلام والاعلام مهمه الاعلام مختلفه تماما. والاعلام خلينا نرجع بس للموضوع ده خليك يا باشمهندس عشان نبقى الامور محدده ونعرف نستفيد من معلومات حضرتك اكتر. اتفضل. اشتركتوا مع بعض في العربيه الطائره اسمها كده الوحش المصري. الوحش المصري واتكلمنا عن جزء منها. عايزه بقى اتكلم عن الاختراع اللي حضرتك مخبيه تحت الفايل هنا، طلعه لنا عشان نعرف نتكلم عليه اكتر. ده ده ايوه. احنا عندنا مشكله بوتاجاز. طيب ده منظم. عندنا مشاكل انابيب بوتاجاز موسميه، يعني كل فتره كده نلاقي الانابيب اتسحبت مننا والناس مش عارفه. قلنا هنحل جزء من مشكله انابيب البوتاجاز. ازاي مهندس احمد؟ قول لي هتحلها ازاي؟ انا والله فكرت في المشكله كازمه بتكلف البلد كتير. ما حدش بيحس انها بتكلف البلد كتير، بمعنى كله عارف انها لا هي بتكلف البلد ثمن البوتاجاز ولا ثمن عطله الناس في الشوارع. كله احنا بننتج مليون، وتدافع والناس بتبقى خلقها ضيقه والناس بتتخانق وتضرب بعض، بتكلف طبعا. طيب انا ببص لها برضه بنظره متعمقه شويه، ان احنا عندنا 1,300,000
اسطوانه بوتاجاز يوميا بتنتج من بتروجاز تنزل للجمهور. لو انا عندي عجز وعندي مشكله وعندي ازمه، عندي 1,300,000 بني ادم واقفين جنب اسطواناتهم في الشارع. ده لو اعتبرنا ان كل واحد واقف جنب اسطوانه. دي ساعات عمل معطله. طب طاقه واقفه، شوارع واقفه جنبها، اللي رايح بعربيته واللي واخد توك توك واللي واخد وسيله مواصلات، شوارع مقفوله كامله، زحمه وازمه في البلد كلها. طيب احنا دايما هننتج اسطوانه البوتاجاز ونقعد نجري وراها. وزاره التموين تجري وراها من ناحيه، وزاره البترول تجري وراها من ناحيه بالمراقبين والمفتشين، وينزلوا على المحطات وعلى المخازن وعلى الموزعين. طب ليه ما نحلش من المنبع؟ انا عايزه المنبع ده، طلع لي المنبع ده لو. فانا فكرت ان احنا نعمل احنا نحل من المنبع. طب ما انا اطلع اسطوانه بوتاجاز ما يقدرش بتاع مصنع الطوب اللي بياخد 700 اسطوانه يستهلكها في يوم ونازل بيها تاني السوق، عامل لي برضه نفس المشكله، نفس الطوابير واقفه. طب ازاي؟ سليم. فانا فكرت ان احنا نعمل المنظم جوه الاسطوانه. طب المنظم الخارجي عباره عن سوسته ورداخ وبياخد معادله ما بين الضغط الجوي وضغط الغاز. طب انا عايز اعمل حاجه جوه الاسطوانه. مفيش منظم في العالم هيشتغل على ضغط واحد جوه اسطوانه او جوه تانك. فعملتها ازاي؟ فلقيت الناس بره واقفه عند التشيك بوينت، عند نقطه الخنق بس. فقلت الله، طب ما انا ممكن اخد نقطه الخنق وامشي بيها واشتغل عليها. تمام. دخلت على معامل كليه الهندسه في جامعه عين شمس وكليه العلوم في جامعه القاهره، وقعدت طبعا مع الناس اساتذتنا الافاضل، عرضت عليهم الموضوع واديتهم نموذج اتحط قدامهم. نموذج كنت اشتغلت عليه بالفعل؟ اشتغلت عليه بالفعل. قالوا لي اول حاجه لازم ده يتسجل في اكاديميه البحث العلمي، لان انت فعلا كده تتسرق. لا انت عملت حاجه ابتكار يعني، فيها ابتكار، فيها انجاز، فيها حاجه كويسه. قلت لهم معلوم انا سجلت. قالوا خلاص طالما سجلت يبقى انت كده ايه نبدا بقى نشتغل مع بعض. شكلوا لنا فريق عمل، فريق بحث كويس جدا واشتغلنا عليه. والمنظم شغال عندي دلوقتي حاليا بقى له 3 سنين شغال عندي في البيت، حطه في اسطوانه وشغال عندي في البيت لغايه النهارده. عظيم. الحمد لله. يعني ده بيحقق بيعمل لنا وفر في كميه البوتاجاز، ربع الكميه المستهلكه في مصر، تقريبا 1,000,000 طن بوتاجاز سنويا، ثمنهم مش اقل من 7 مليار جنيه سنويا. عرضته على مين؟ وفر. انا عرضته على شركه الغازات البتروليه عندنا. انا شغال في شركه الغازات البتروليه، رئيس قسم في الاداره الهندسيه. عرضته على الشركه عندنا، مش لاقي استجابه لغايه دلوقتي بصراحه يعني. طب عرضته على شركه الغاز نفسها؟ انا عرضته على شركه الغازات البتروليه نفسها. يعني بس مش عايز اقول لحضرتك يعني عشان برضه ما يقولوش الراجل بيشتكينا في الاعلام وبتاع وكلام من ده يعني. طيب احنا عندنا حلول وعندنا افكار، محتاجين بس حد يساعد الناس انها تبنيها اكتر ولا لكن هو كله بيبص على ان ده هيتكلف كام. قلت لهم والله ده هيتكلف في حدود 15 جنيه، يعني كلام فاضي مش بس ده هيمنع استخدام اسطوانه البوتاجاز في اي جهه تانية غير البيت، لانه خلاص هيطلع فلو ريت عندي على قد استخدام البيت، وهيطلع ضغط 33 مللي بار اللي هو المناسب ليه على قد استخدام البيت. بس يبقى ياخدها بتاع مصنع الطوب، ياخدها كده اوريدي مش هتشتغل معاه، هيرجعها تاني، هيسيبها بقى للبيت. فانا وجهت الدعم كويس قوي. انا خلاص انا عامل الدعم على البوتاجاز، انا عامل بحث كامل عن دعم المواد البتروليه والبوتاجاز خصوصا في مصر. البوتاجاز بياخد كميه كبيره جدا من الدعم. نعم. وبياخد مبالغ طائله من الدعم. وبقول لحضرتك يكفي ان احنا في اسبوع الازمه احنا حليناه، نتزنق نطلعها ونشوفها مع بعض. دي بتركب في محبس. دي بتركب في المحبس نفسه. نعم. من جوه اسطوانه البوتاجاز. خلاص كده انا حكمت من المنبع، هياخدها مش هتشتغل معاه، خلاص هيرجعها تاني. بسيطه جدا. احنا مش هنوري بقى يعني التصميم كامل يعني، بس هي الامور بسيطه وبيتهيألي ما هيش هتتكلف حاجه خالص انتاجيه. لا ما يعني اما اجي اتكلم اقول له اصل دي حل ما يتكلفش. هو انت عايز مخترع يجيب لك حل ويجيب لك اختراع ويجيب لك نموذج شغال لغايه عندك يعني، ويدفع ثمن يعني كل الاسطوانات اللي في مصر، ان هو يعني الراجل يتكلف تفضل مشكورا ان هو يعمل لها منظمات ويركبها لها عشان خاطر يحل لك المشكله. تمام. نرجع لك يا استاذ اشرف. العربيه الطائره محتاجينها بشده وبعنف في شوارعنا اليومين دول، عندنا مشاكل فظيعه والزحمه
لا تتوقف. الناس فكرت ان الاماكن بره القاهره هتبقى يعني اتحلت فيها المشكله، لا خلاص المشكله موجوده في كل مكان. عربيتك هنستخدمها ازاي؟ طيب مبدئيا بس عشان الوقت بتاع حضرتك هحاول اختصر واتكلم عن النظريات. يا ريت. في احصائيه من المفروض ان احنا ما نتجاهلهاش، تجاهل المفروض ما ينفعش. الاحصائيه بتقول ان مصر بعد كام سنه، حوالي 2 أو 3 هتبقى باركن، العاصمه هتبقى باركن كبير. دي ظاهره بدات تظهر من سنه فاتت. نعم. وبنقف في الطرق بالساعتين والثلاثه والخمسه. حقيقي. في ناس بتتوفى ابنائها بسبب الزحمه، انا واحد منهم. انا فقدت ابني بسبب الزحمه دي وتوفى بالفعل. واحمد الله وكان ده سبب الفكره اللي هي فكرت فيها في السياره الطائره. يا رب يا رب ويبارك لي في الموجودين. ولكن هي الحاجه ام الابتكار. فكرت من بعدها ازاي احل المشكله. فدي ظاهره المفروض ما نتجاهلهاش. السياره بتاعتنا بتحل المشكله دي ازاي؟ زي ما قلت لحضرتك ان بدايه عندنا الاقلاع عمودي. الاقلاع العمودي ده بفضل الله لو بقت وسيله معتمده لدى الدوله، قلنا ان احنا هنستخدمها في الاسعاف، في المطافي، طبعا في المرور لحل الازمات، ان هي تنتقل الى مكان المشكله وتحاول تحله لنا بحيث يتيسر لنا الطريق للنجده، للشرطه، بعد كده للاطباء ولعامه الشعب منها حضرتك. طبعا القياده مش هتبقى لاي حد، ده البرنامج بتاعها. عشان في ناس بتقول لي دايما واحد مش عارف ايه، لا احنا بنقول القياده مش لاي حد. اولادنا الشباب اللي طالعين بعد الدبلوم بيدخلوا معهد خاص بيها حوالي 2 أو 3، بتشترك في تدريبه اكتر من مؤسسه، بيخرجوه زي طيار صغير، بيطلع على مؤسسه نقابه. النقابه دي هي اللي بتتكلم، موضوع طويل او في البرنامج بتاعها مش عايزين نتكلموا فيه. احنا بنقول دلوقتي عايزين نحلوا ازمه بلد متقدمه زي مصر، عمرها من ساعه ما ربنا خلق السماوات والارض ومصر دي موجوده. حقيقي. ما تجيش بلد زي اسرائيل عمرها 45 سنه ولا امريكا 250 سنه تتقدم واحنا نرجع. طيب احنا انت سابق بحاجه، حضرتك سابق بحاجه. اتفضل. في طيار بالفعل، سياره طائره تم اختراعها في الولايات المتحده، وتم اختراع واحده اخرى في اليابان وجاري العمل عليه. بص حضرتك، احنا ساعه ما قدمنا كنا رابعه على العالم. دلوقتي وصلوا 7. هولندا عملت، امريكا عملت مرتين، اسرائيل اعلنت ان هي هتعمل، الهند عملت، الصين عملت، احنا اتاخرنا قوي. كويس. انا مقدم على الموضوع ده لي 7 سنين. مفيش، انا بشتغل بالتكلفه الذاتيه. اللي قدام حضراتكم ده بالتكلفه الذاتيه، فمش معقول واحد بتكلفه فرد يقوم. ولكن انجحت وجبت عمليه التوليد، طارت معايا الفي 1 بتاعي 55 60، والمفروض كمان يكون زي ما قلت لحضرتك اقلاع عمودي هنستخدموها للسياحه. انا مش فاهمه الاقلاع العمودي ده يعني زي الهليكوبتر. زي الهليكوبتر. هو عايز ده اسمه اقلاع عمودي عشان نقدر في قلب التكدس اطلع، والا ما حلتش مشكله. ايوه. امريكا، هولندا عاملاها على 33، الفي 1 بتاعها 33. 33 كيلو في الساعه. امريكا عملتها مره واحده اقلاع عمودي ومره على مدرج 760 متر. خدت بال حضرتك؟ ومش عايزين نتكلم في تفاصيلهم، احنا بنتكلم فينا احنا بنقوله عايزين نتقدم، عايزين نبص للمشاكل بتاعتنا. احنا كمبتكرين عملنا بايدنا، بنقوله يد العون. هو ده اللي اقدر اقوله لحضرتك. ولكن الموال فيها ما لجأتش لحد يحاول يدعمك؟ ما خليتش يا فندم حاجه، ما خليتش حاجه، لا مؤسسات ولا مصانع كبرى. عرضت الموضوع على مسؤولين. انا بس عايز اضيف حاجه بس لحضرتك، ان اصل المخترع مش هيقضي عمره بيلف ويطرق جميع الابواب. يعني النهارده اذا كنا عايزين مصر تتقدم فعلا، لازم الناس تحط ايديها في ايدين بعض، لازم الناس كلها يبقى عندها نفس الوعي ونفس الادراك لاهميه البحث العلمي. اذا كنا عايزين نتقدم فعلا، اذا كنا فعلا عندنا النيه ان احنا نتقدم فعلا، السيد الرئيس قال يعني الدوله هتتقدم بالبحث العلمي، واحنا هنرعى الباحثين وهنرعى العلماء. احنا ما نسيبش الراجل واقف لوحده في الصحراء وكلنا واقفين نتفرج عليه. احنا عايزين نقف جنبه، عايزين نساعد، وعايزين نعمل حاجه كويسه لبلدنا. بس برضه عايزين الناس التانيه تقف ورانا، عايزين الناس فين مستثمرين مصر؟ فين رجال الاعمال اللي في مصر؟ كلهم في الصين بيجيبوا فانوس رمضان وسايبين ناس هنا ممكن تغنيهم اكتر من اللي ياخدوه من الصين 20 مره. هو مش فاهم يعني ايه ينزل السوق الدولي بمنتج هو الوحيد في العالم اللي يملك براءة اختراعه ويملك ملكيته الفكرية ويقدر ينزل بيه، نازل بحاجة جديدة.
صحيح. يعني حضرتك أستاذ النهارده لو واحد جدال عمل على كلامك استاذ احمد الكلمه الاخيره، استاذ اشرف الكلمه الاخيره اتفضل. انا في بس نقطه على من حضرتك، انت كنت كلمتني في جزئيه كده ان اليابان وامريكا وغيره هم لغايه دلوقتي بيتكلموا على موضوع السياره اللي بتمشي بالكهرباء. قلنا ان الصين وامريكا عملوا سياره بتمشي بالكهرباء وبطاريات النانو ان هي تشحن نص ساعه وتمشي 200 كيلو. خدت بال حضرتك؟ اليابان قالت انا هشتغل في صمت. هل اليابان هتطلع لنا حاجه تشحن نص ساعه وتمشي 300 كيلو؟ الله اعلم. احنا عملنا ايه؟ احنا بقى عملنا اننا عملناها بتوليد كهرباء مخلق ذاتي. هي اللي بتولد كهرباء، هي اللي بتولد كهرباء لنفسها. علاوه على الكلام اللي انا بقوله لحضرتك، هي بالسياره طائره وبس، ده هي محطه توليد كهرباء متنقله. يعني حضرتك لو امتلكت واحده تيجي بيها هنا الشغل بتاع حضرتك، روحت البيت لقيت الكهرباء قطعه، بتاخدي منها هي فرع وبتديه لشقتك، بتنور لك شقتك. كده كويس حضرتك؟ يا جماعة الخير تعالوا ادعموا اختراعاتنا وادعموا مخترعينا. عندنا أفكار وعندنا ناس مش بتقول بس أفكار وخلاص، الأفكار تم تنفيذها بالفعل على أرض الواقع، بس محتاجة شوية فلوس صغيرة عشان نقدر نلاقيها. التكملة. احنا واقفين على حاجات سعيدة كتير بوجودكم جدا. معايا. أنا آسفة إن وقتي خلص جدا. الكلمة الأخيرة بتاعتي ما قلتهاش. هي دي بتاعت اليابان. أنا آسفة يعني أستاذ أشرف، يعني وقتنا خلص. أستاذ أشرف البنداري الشاعر، شكرا لوجود حضرتك معانا النهارده. المهندس أحمد عزت الشخيبي، شكرا لوجود حضرتك معانا. احنا اللي بنشكركم والله. احنا نورتونا، وشكرا على المجهود المحترم اللي انتم عاملينه، ميداليات وشهادات. بس احنا فعلا محتاجين دعم لان انا واقف دلوقتي مش قادر. هنحاول بكل الطرق ان شاء الله يعني بصراحه ان احنا نخلي الناس كده بقى تعرف يعني فعلا تستثمر في ايه. نقابلكم ان شاء الله الاسبوع الجاي في نفس ميعادنا يوم الخميس الساعه 2:30 وحلقه جديده وتيجي نمنيها. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.